السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راني مقصية من السكن عمارة باطمة الطليان، ودرت عدة فيديوهات وهدرت فيها وطالبت فيها من المسؤولين يعاونوني باش يعطوني حقي. إذا عندي حق نديه. أعطيتكم بيانات، عطيتكم أدلة، قلت لكم بلي أنا راني نروح ما كانش استقبال، ما همش يستقبلنا لا الوالي لا الشيف دايرة، راه يستقبلنا مجلس الشعبي الولائي. أبار مجلس الشعبي الولائي لابيوي اللي نشكرهم ما كانش استقبال، وإلى حد الساعة ما داروا لنا والو، ما راه كاين والو. أنا السيدة بندو خديجة للمرة الألف أناشد سيد الوالي، أناشد سيد والي ولاية وهران اللي راه ملقب بأبو المساكين بإعادة النظر في الملف تاعي، بإعادة النظر في الملف تاعي في وجه الله. أنا راه عندي حق ما ديتهش، أنا راني نهدر قدام 40 مليون جزائري، أنا مواطنة جزائرية أم حاضنة بنت الحي أكثر من 30 سنة، ما عطاونيش حقي. ما عندي دار تاع والديا نروح نسكن فيهم، ما عندي دار تاع خوتي ولا خواتاتي نسكن فيها. وحنا رانا عايشين في مجتمع واحد ونعرفوا بلي ما كانش اللي يرفدك في هذا المجتمع، نعرفوا بلي ما كانش شكون يرفدك. انا راني مرميه في الشارع، انا ناس راهم دايرين فيا الخير، انا راهم اتصلوا بيا ناس وجاو شافوا وين راني نسكن، جاو شافوا عند ما راني نسكن. انا اناشد سيد الوالي للمره الألف بالنظر في القضيه تاعي. سيد الوالي انا عندي حق ما عطاوهليش، إلا ما عنديش حق راني قابلة وراني نقول فيها قدام 40 مليون جزائري تاخذوا إجراءات لازمة، ديروا لي تصريح كاذب، ديروا لي قضية اللي راكم داغيين. أنا راني على حق، راه عندي حق، أنا مواطنة جزائرية أم حاضنة بنت الحي، الملف تاعي وهواجد تتوفر فيها جميع الشروط. علاه ما ديتش؟ علاه ما عطاوني السكن؟ علاه لحد الساعة مازال راني نجري على السكن؟ علاه ما راهمش يستقبلوني؟ ابار لابيوي ما كانش استقبال، ما كان استقبال لا في الدائره لا في الولايه. حنا دخلوا الممثلين عند شاف دائره تاع وهران، دخلوا عندها واحد 3 موا، قال لهم انا قضيه تاعكم جات فيها غير 4 ساعات نحلها لكم القضيه تاعكم. وراهي هذه 3 موا ولا 6 موا اللي فاتت ما كانش كاع 4 ساعات تحل لنا القضيه تاعنا. برحمه الوالدين يا سيد الوالي يا ابو المساكين، راني اناشد للمره الألف النظر في القضيه تاعي.